وصل صوتك. وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين أمام مقر التلفزة الوطنية للمطالبة بما سموه تطهير الإعلام. التفاصيل مع مبعوثنا رمزي الغبري. ما زال المتظاهرين أمام مقر التلفزة الوطنية عددهم ما بين 1000 و 1500 شخص، رافعين أعلام سوريا وفلسطين وأعلام بيضاء وسوداء تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. المتظاهرين أدوا صلاة العصر جماعة في الطريق اللي قدام مقر التلفزة الوطنية. الشعارات المرفوعة: يا بشار يا بشار، حرية حرية، دجاج تونس 7، وواحد واحد شعب واحد. الشعب يريد تغيير الإعلام. الآن مجموعة من المتظاهرين بدأوا يغادروا في مكان الملاحظة. للملاحظة فقط هناك تعزيزات أمنية كبيرة حضرت قبل بشوية لدعم الحضور الأمني. في الإطار هذا معنا مجموعة من المتظاهرين باش يعطونا أسباب وخلفيات المظاهرة هذه. السلام عليكم، مروان جدة، شاب تونسي من شباب الثورة ومن نشطاء على الفيسبوك. سبب جيانا للمظاهرة هذه لاستكمال أهداف الثورة. اللي أهداف الثورة مادام ثم إعلام يخدم في مصالح تعرقل في مسار الثورة ما نجموش نقدموا حتى خطوة. اللي نبنيوه الكل يجي الإعلام يطيحوا في الماء ويجي الإعلام يهدوا. إعلام العار هذا اللي عمره ما كان، عمره في تاريخه الكل عمره ما عبر على رغبته على مشاكل وعلى معاناة الشعب التونسي. قبل كان بعد الاستقلال كان إعلام بورقيبي، بعد 7 نوفمبر ولا إعلام نوفمبري، بعد الثورة ولا إعلام يساري علماني متطرف يخدم في مصالح وفي أجندات نتاع أحزاب ظاهر، يعني عيني عينك يعرقل في الحكومة ويعرقل في أهداف الثورة ما تتحققش. معناها هذه معناها ما عادش عندنا حتى حل آخر إلا لتطهير جهاز الإعلام من رموز الفساد اللي ماشيين ويتغولوا ماشيين ويكسروا ويحاربوا فينا جهار النهار.